مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة التي أثرنا فيها أن نناقش حال الدراما التلفزيونية العراقية، حيث سنسلط الضوء على أهم ملفاتها المدخمة بنقاط الضعف للأسف. ساعدنا في هذا الأمر مشكورا الزميل موفق مجيد الذي استطاع أن ينجز لنا تقارير هذه الحلقة كلها. أسئلة كثيرة تثار حول ما أنتج من مسلسلات وأعمال تلفزيونية خلال السنوات العشر الماضية، وفيما إذا كانت بمستوى المتغير الذي أصاب البلاد وسكانها. وسنبدأ بالدراما التي تنتجها المؤسسات التابعة للدولة وهي شبكة الإعلام العراقي، ولنرى هل استطاعت أن تقدم ما يمكن أن تنافس به مثيلتها في المنطقة أم لا؟ كيف تعمل؟ ما هي آلياتها المعتمدة؟ ما الذي حققته واقعاً؟ هل أنصفت الفنان العراقي مخرجاً وممثلاً؟ وهل ما اعتمدته من خطط كفيل بالرد على الانتقادات التي ترى بأنها أحد أسباب تخلف المتلفز الدرامي العراقي؟ لنتابع التقرير الأول التالي. الدراما العراقية أين هي الآن وسط مثيلاتها في دول المنطقة؟ كيف تنتج؟ وهل هناك خطوط حمر معينة تقف عندها أو تنطلق منها؟ ثم لماذا الاستعانة بمخرجين وممثلين وكوادر فنية عربية لإنتاج مسلسلات عراقية؟ هل نفتقد في العراق الآن لهذه الكوادر؟ هذه الأسئلة وأخرى تدور في خلد المتتبعين للدراما العراقية، وتوجه للمؤسسة الحكومية الأكثر إنتاجا لهذه الأعمال، وهي شبكة الإعلام العراقي. الغالب أنه المأخوذ عن المخرج العراقي أنه مخرج كسول ومخرج لا يميل إلى أن يكون منافس للدراما العربية. ليس بالمخجل أن تستدعي يعني مخرج عربي ولا انتقاص من الدراما العراقية أو الدراما العربية أن تستعين بخبرات عربية ويصير تلاقح ما بين الخبرة العراقية والخبرة العربية للاستفادة في النتيجة النهائية لتطور الدراما العراقية. السبب وبلاء الدراما العراقية نظام الجروبات، وبيجي المخرج يريد المصور الفلاني، يريد المونتير الفلاني، يريد الممثل الفلاني، بغض النظر هاي الشخصية تركب على هذا لو ما تركب، الناتج النهائي انه هذا لازم يطلع وهذا العمل المطلوب اللي يريده. أعمال درامية كثيرة أنتجت في العراق وبقيت حبيسة العرض المحلي بسبب افتقاد منتجي هذه الأعمال إلى عملية تسويق حقيقية يجني من خلالها كادر العمل ثمار ما حصدوه. شبكة الإعلام العراقي يبدو هي الأخرى تبحث عن منفذ لهذا المأزق. إذا يمكن الناس أخذت علينا أو بعض يعني البعض أخذ علينا أنه السنة الماضية جبنا مخرجين يعني عرب عملوا معانا، فهالسنة احنا جايبين ممثلين عرب راح يعملون معانا. نجم شباك يعني أنا أريد أصف إلى مصاف الدراما العربية، يعني العمل مالتي أريده ينعرض وأسوقه، ينعرض بالخليج وينعرض بمصر. جلبك للفنان العربي والممثل العربي هي أبدا مو مخاطرة أولا، وثانيا عملية التسويق. أنت من راح تجيب نجم بالأساس، أنت ما راح تدخل بعملية أنه راح يعني تأخذ العمل مالتك وتبحث عن أنه أحد يشتري من عندك، وإنما خلص أنت مجرد أن جبت اسم معين هذا يفتح لك الباب أن تسوق عملك. الثانية قضية التسويق هي الخلل، مو انه احنا ما نعرف نسوق العمل، لكن هاي العمليه للاسف يعني بها يعني بعد سياسي. بعض الدول ترفض العمل يعني العراقي مو بشكل صريح، لكنه خلص انه مجرد انه هذا العمل عراقي فهذا العمل مرفوض. بعض العاملين في شبكة الإعلام العراقي اتفقوا مع ما ذهب إليه المشرف العام على الدراما في الشبكة بأن المستوى الفني للأعمال الدرامية العراقية بدأ بالتصاعد شيئا فشيئا. المهرجان الخامس عشر لاتحاد إذاعات الدول العربية حصل العراق على 3 جوائز مهمة للعمل الدرامي لمسلسل أوان الحب. وبالمناسبة المخرج لمسلسل أوان الحب هو المخرج العراقي فيضي الفيضي، والكاتبة هي نوال سعود. واستطاع العمل أن يحرز جائزتين، الجائزة الأولى هي الجائزة الذهبية، والجائزة الثانية هي الجائزة الأولى اللي هي جائزة الكوثر الخاصة بالمرأة العربية. إلا أن هناك من يرى عكس ذلك ويؤكد أيضا أن سبب هبوط الدراما العراقية هي شبكة الإعلام بما تنتجه من أعمال ذات مستوى فني متدن، لكن أصحاب هذا الرأي يترددون في الإعلان عنه أمام الكاميرا. لبرنامج 7 أيام، موفق مجيد، الحرة. ولمناقشة ملفات هذه الحلقة ينضم إلينا من بغداد المخرج التلفزيوني الأستاذ أكرم كامل.
أستاذ أكرم، بداية لك خالص الشكر لانضمامك معي في هذه الحلقة. والسؤال يعني أنتم مخرجون كسالى تعتمدون الشلالية وتختارون ممثلي أعمالكم وفقا للعلاقات الخاصة لا الكفاءة. هذا ما يراه السيد نوفل عبد الدهش مدير قناة العراقية الفضائية، ولهذا فلا فرصة لكم لأن المخرج غير العراقي يشتغل على العكس مما تشتغلون. مساء الخير أستاذ ناصر لك ولجمهور الحرة. بعيدا عن التكتلات وبعيدا عن المهاترات وبعيدا عن القيل والقال، احنا الآن كنا في مركبة واحد، السيد نوفل عبد الدهش وأني وأنت وكل المعني بالمشهد العراقي، المشهد الثقافي العراقي، معنيين في خلق دراما حقيقية تليق بالعراقي كعراقي. ولا أتوقع أو أجزم أنه المخرج العربي أفضل من المخرج العراقي. طبيعة المخرج العراقي إيقاع بالحياة، إيقاع العراقي بالحياة يختلف عن إيقاع السوري بالحياة، يختلف عن إيقاع المصري بالحياة. فكيف إذا ما سلمت مسلسل لمخرج عربي لا يعرف قيمة الإيقاع العراقي؟ هذا هو السؤال. أما التسويق والبيع والشراء وما إلى ذلك تلاقح الثقافات هذه قضية ثانية. خلينا نتفق على صيغة واحدة. في البدء كان النص، عندما أبدأ أعمل مع الجهة المنتجة سين أو الجهة المنتجة صاد، أكو شيء مكتوب. المكتوب من يقرر؟ تقرر الإدارات. إذن اللوم يقع على الإدارات، ما يقع على المخرج العراقي. والمخرج العراقي عمره ما كان كسول. أتوقع أن المخرج العراقي يعمل 12 ساعة. يمكن أن نطلق عليها التسمية أنه كسول؟ الجواب لا. أما الجروبات فكل مجتمعات الكون وكل الأوساط الفنية نعتمد على الجروب. إذا أنا ما عملت من مساعد مصور وقدمته الآن، بالعمل الجاي راح أجيبه نفس المصور لأنه اعتمدني واعتمدته. أخذ ملاحظة مني واعتمدها، يصير إيقاعه كإيقاعي. الجروبات الممثل العراقي عندنا مثلا قدمنا للوسط الفني الممثل سين والممثل صاد بعد اجتهاد، بعد ما اشتغلنا عليه، ما جبنا سويناه ممثل تلفزيوني رأسا، اشتغلنا عليه قدمناه بشكل زين. الآن المخرج العربي يقدر يقدم شباب للشاشة العراقية؟ الجواب لا، لأنه ما يعرف، ما يندل معهد وأكاديمية الفنون الجميلة وين. فشو راح يقدم وجوه جديدة؟ طيب نعم. طيب أستاذ أكرم، يعني يشاع أيضا يعني كثيرا في الوسط الفني يعني استخدام مفردة الخبز يعني الاستسهال من يعني برأيك من المسؤول الأكبر عن هذا الاستسهال؟ المنتج، المخرج؟ يقال أن هناك تواطؤا بين الاثنين في هذا الأمر. خلنا نوضع عنوان. نعم. أستاذ ناصر اشتغلت ويانا مسلسل تلفزيوني جنابك من أيام بغداد، مضبوط؟ نعم. تسمعني؟ نعم أسمعك، نعم تفضل. اشتغلت ويانا مسلسل تلفزيوني من كنا بالعراق قبل اللي صار بالبلد. تعتقد في اليوم احنا ما حللنا بعد الشخصيه وفهمنا للشخصيه وتحضيرنا للمشاهد الاوردرات اللي ينطوناها؟ لا بالعكس، اللي يقول علينا نخبز، احنا ناس نعرف بالمونتاج، نعرف بالتصوير، نعرف بالتمثيل، نحضر شغلنا بالبيت. فكيف يكون الخبز؟ شلون كيف نخبز يعني؟ وبعدين الناتج مالنا راح يطلع للشاشه، ما هو عمليه موظف بدائره حسابات قاعد الخطا اداري بورقه. لا استاذ اكرم، يعني بدايه نحن نتحدث عن القاعده، لا نتحدث عن الاستثناء. يعني عندما نقول هذه الكلمه طبعا هناك استثناء يعني حتما. يعني عندما نقول هناك يعني المخرج العراقي كسول، لا يعني ان المخرج الفلاني كسول، ربما هناك مخرج او مخرجين او ثلاثه هم يعني من انشط المخرجين، ولكن الشكل العام هم يقصدون. يعني انا اعرف انت متخصص وانت يعني اكاديمي وخريج اكاديميا، لكن هناك الكثير من المخرجين يقال انهم يعني لا علاقه لهم بالمعايير الاكاديميه. تسأل الدوائر المعنيه بهذا الامر. طيب اذا انا المخرج صاد ما اعرفه، جبت انطيته عمل باليوم الاول، باليوم الثاني، باليوم الثالث، بالمونتاج، بالمكساج، بالتايتل، زين انا مو دائره مسؤول عن عمليه الانتاج الفني؟ لو نطلقها جزافا التسميات. يعني مو اكو مشرف عام على كل عمل، مو اكو منتج منفذ لكل عمل، مو اكو مونتير مشاهد اول لكل عمل.
يعني اعتقد القاء التهائم. استاذ اكرم، تتفق مع هذا التوصيف بان هناك تواطن بين المخرج والمنتج يعني لملمه العمليه التلفزيونيه بشكل سريع من اجل يعني استفاده المنتج على حساب النوع؟ يعني لا، ما اعتقد انه اكو هيك قضيه، لانه مثلا انا بجنابك اختاريتك شاب تطلع طالب كليه، هل من المعقول اختار واحد عمره 60 سنه طالع طالب كليه على نظام الجروب؟ لا يمكن يعني، لانه احنا الان عملنا ما ينضم بالبيوت يا سيدي، الان عملنا بالشاشه، الان انت تتابع القنوات الفضائيه، عندنا 56 قناه فضائيه تعمل بالعراق وكنت تنافس زين. طيب ليش ما يتبادلون الانتاجات التلفزيونيه بهذه القنوات مقابل اعلانات؟ ليش يبقى العمل العراقي حبيس قناه واحده ينعرض مره واحده وينتهي؟ والان بكمل هائل من القنوات انت ريموت كنترول تدور لك على مكان تشوف به. نعم. لذلك اعتقد عليهم ان يفكرون يسوون غرفه عمليات واحده، بدل ما ان نطلق الاتهامات على بعض. نقعد ناس علم، ناس مسؤولين عن المشهد الثقافي بالبلد، نقول العمل اللي انتجته السومريه عمل مميز يجب ان تعرضه العراقيه، والعراقيه يجب ان تنطي مسلسل للسومريه حتى نتلاقح. نعم. هذا التلاقح، مو اقعد انا ببرج العاجي اقول المخرجين كسالى والمخرجين وما الى ذلك. نعم استاذ اكرم. والان يعني حتى نعم. لا بأس استاذ اكرم، يعني انت سمعت السيد. نعم سمعت. سمعت مدير السيد قناه الفضائيه العراقيه يعني تحدث عن جلب مخرجين. نعم. وسياتي بممثلين عرب، وانه يريد ان يعني يسوق العمل العراقي ويصل به الى مصاف الاعمال العربيه والمنافسه الدراما العربيه. يعني بصراحه ما انتج خلال السنه الماضيه التي قال انه يعني جلبوا 4 مخرجين عرب، يعني هل هناك فارق بين ما انجزه المخرج العربي عن ما انجزتم انتم؟ يعني الاعمال التي قدمتها العراقيه هل كانت مميزه بهذا الشكل كي نستطيع ان نقول انها حققت حضورا افضل مما حققتم، وبالتالي فمن حقي ان يعني استعين بمخرجين وفنيين عرب؟ سيد ناصر، لا باس ان نتلاقح ثقافيا وحضاريا والى اخره، لكن ابن بلدك من تقعد سنتين يعني المفروض دخل دورات حتى تستفيد منها، غير تقول المخرج العراقي بليد، المخرج العراقي ما يفكر صح، المخرج العراقي الى اخره من التسميات. لا من جبت المخرج سين مع احترامنا للعربي. لا بأس. نعم. سنواصل، ولكن يعني دعني اسال بسؤال وبجمله واحده، يعني هل ما قدمته الفضائيه العراقيه خلال السنه الماضيه بالمعايير الاكاديميه التي يعني المتفق عليها ناجح ام دون طموح؟ والله راد لي اكثر من حلقه الجواب عن سؤالك سيد ناصر. طيب استاذ اكرم، دعنا نذهب الى فاصل قصير ثم نعود مجددا لنتابع في الموضوع ذاته. النص، السيناريو، المؤلف، هذه المسميات التي تشكل أساس الإنتاج الدرامي يرى كثيرون أنها أحد أسباب التدهور والتردي، والاتهامات التي يرددوها تنحصر في ضعف المتن الحكائي والخلل الواضح في بناء الشخصية، الحوار المبالغ فيه والذي يخلو من الواقعية، عدم التخصص لكثير من الكتاب من كتاب هذا الجنس الفني، لا يفقهون كثيرا في الصنعة هذه، وبالتالي فإننا أمام نصوص سرعان ما يكتشف المتلقي فقرها الدرامي والفني وعدم قدرتها على محاكاة الواقع لغة وإداء. إضافة إلى ذلك فإن العملية الإنتاجية تعاني خارج أسوار المؤسسة الحكومية من قصور إدائي يمارسه السيناريست والمنتج، وهذه العدوى تنتقل بالضرورة إلى المخرج والممثل وأطراف اللعبة التلفزيونية. هموم كثيرة تعتصر الممثل العراقي وهو يتابع ما تمر به الدراما العراقية من انتكاسات تبتدئ من المؤسسات الإنتاجية وكيفية تعاطيها معهم وتنتهي بطريقة كتابة السيناريو التي وجدها البعض تضم حوارات مبتذلة وغير واقعية وتميل إلى استخدام لغة بعيدة نوعا ما عن ذائقة المتلقي العراقي. يا أم مناف دبت لي للاطفال مو عقد قران اخويا منعم مثلا، زين ليش عقد قران؟ ليش مو قطعان مهر؟
لو واحد يقول للبنت يا بنتي ما تقولي لي وين الشاي؟ مو دا اروح للقهوه. زين انت خو روح بالقهوه واشرب شاي. فهن ذني اذا نوخر من عندهن. ممثل اخر طفت الكهرباء قال كهرباء طفت. كتابه السيناريو تصير بشكل يعني بس مجرد انه اردبيع. الخلل واضح بمعظم الاعمال الدراميه يصب بمصب الانتاج. لان انت الانتاج من يتعامل ويا الممثل ويا الكوادر الفنيه وهذه باجور اقل، فبالتالي راح يصير جهد اقل وراح يصير عطاءات اقل. لا يوجد في العراق سيناريست محترف أو سيناريو يعتمد الأسلوب الأكاديمي في تنفيذ المشاهد وعرض الأفكار بصورة حديثة. هذا ما رآه بعض الأكاديميين المتخصصين بفن السيناريو، الذين أشاروا أيضا إلى أن كتاب السيناريو في العراق يفتقدون إلى التعامل بحرفية مع السيناريو، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارس عليهم من المؤسسات الإنتاجية. طبعا هي مشكلة السيناريو أو كتابة السيناريو من المشكلات المتجذرة في الدراما العراقية. يعني إذا ما نكون في كلامنا يعني بعض القسوة، كتابة السيناريو هي حرفة ومهنة في العالم لا يستطيع أن يمتلكها أيا كان. هي مهنة تفوق كتابة الرواية ومهنة تفوق كتابة الشعر. المشكلة الحقيقية هي عدم وجود سيناريو بالمعنى الحقيقي. بعض مؤسسات الإنتاج اعترفت بوجود مشكلة حقيقية تتعلق بآليات العملية الإنتاجية وكيفية تعامل المنتجين المنفذين مع المخرج والممثل العراقي، ولكنهم أشاروا إلى أنهم يعملون داخل وسط تتوزع فيه الأدوار من ناحية التأثير السلبي على الدراما. فالقنوات التلفزيونية تضغط على المنتج المنفذ، وهو بدوره يضغط ميزانيته التي تؤثر على كادر العمل وخصوصا المخرج الذي يعمد بدوره إلى اختصار المشاهد وأماكن التصوير. الأرضية الإنتاجية للعمل العراقي، ميزانية العمل العراقي لا تتعدى أجور حلقة واحدة في الأعمال المصرية أو التركية أو السورية. السيناريست والمنتج والمخرج وأخيرا الممثل كل منهم عليه أن يلعب دوره باتقان وحرفية عالية لإنتاج دراما متميزة، ونحن نمتلك في العراق كل هؤلاء، لكن هل يؤدون وظائفهم بشكل متقن؟ هذا هو السؤال، والإجابة عليه متروكة للمتلقي قبل كل شيء. لبرنامج 7 أيام، موفق مجيد، الحرة. أستاذ أكرم، هل هناك كتاب سيناريو عراقيون محترفون ويصنعون نصا مستوفيا للمعايير الأكاديمية برأيك؟ نعم. يعني أنا لا أتحدث عن الاستثناء، أتحدث عن القاعدة. الآن بدل أن نلعن الظلام خلينا نشعل شمعة. يعني المؤسسات الحكومية موجودة، طلبة أكاديمية معهد الفنون موجودين، أسوي ورش عمل للكتابة. يا أخي كل السيناريو نقوله بسالفة واحدة: خرج صياد ليصطاد، هذا الواقع. وجد أسدا، صار انقلاب بالواقع، لأنه الإنسان سيد المخلوقات توجه إلى الماء فوجد مساحا فاغرا فاه، فتحرك الصياد قليلا فقفز الأسد في فم التمساح ومات. هذا التقويم الواقع. كل سيناريوهات الكون تعتمد على هاي النظريه. اجيب لي 5 طلاب 6 طلاب من معهد واكاديميه فنون جميله زائد روايتين عراقيه، سووا لنا مسلسل عراقي باشراف المخرج سين وباشراف المؤلف صاد. صارت عندنا قضيه مهمه. بدل ما ان نتنافس بالالقاب بيناتنا قاعدين خلينا ننجز للمشهد العراقي شيء. طيب استاذ اكرم، ليش نبقى على طرف المشهد العراقي؟ لا، انت بدل يا اخي استاذ اكرم، انت كمخرج هل وجدت عملا ونصا تعتقده مهما كان يفترض ان يخرج من عالم الورق الى عالم العرض، لكنك اصطدمت بمن لا يفقه في اهميته الفنيه من منتجين، وبالتالي عفوا حرم المشاهد من اعمال كثيره مهمه لهذا السبب؟ الان المشاهد يريد علته، المشاهد يريد ضيمه. المشاهد طلع لي واحد راكب سياره مرسيدس طولها 6 امتار ويدخن بايب، انا شو اسوي بالبايب؟ انا علل موجوده بالمجتمع، علل، عندنا مصيبه، عندنا بلاء عظيم كلها ازمات، من صابونه الصبح تغسل بها وجهك الى ان تخلي راسك على المخده، كلها ازمات. هذا شغل من؟ شغل المؤسسات او شغل القنوات الفضائيه العامله بالعراق اللي يديروها عراقيين. نعم، ما جايبين مدراء قنواتنا من الهند. علينا ان نضع جداول للعمل، ندز على المؤلف فلان،
نقول له نريد بهالوقت تسوي لنا مسلسل يحكي عن فلان وضع طلاب الاكاديميه 10 طلاب جوا ايدك يبحثون يروحون للفضل للشعله للمنصور للداودي للكرك يلقون الواقع العراقي يجيبوا له مفردات مثل ما يصير بمصر. يا اخي نبقى نتكي على اشياء، خلينا نصير صريحين مع بعض. المؤسسه المتمثله بالعراقيه ناس استقبلتنا ورحبت بينا ورحنا للمدير العام وقعدنا يمه وشربنا شاي وقالوا والله النص مالكم ما يفيدني. السبب والله لجنه قرت، اللجنه منو؟ ما حد يعرف، بيها مخرج اللجنه؟ الجواب لا، اللجنه سريه. احنا بدنا نناقش شيء يطلع للشاشه. نعم. لجان سريه. ما معكم منطق ان تحاكيني بالمنطق. يعني انا مقدم لك نص حتى تقرا حتى تعطيني رايك به، ترفضه جمله وتفصيلا، يعني ما بي سلام عليكم زينه. ومن اللجنه استاذنا الفاضل قروا اللجنه وقالوا والله يعني مع الاسف ونعتذر هذا مو حل. الحل في انك تدز على المؤلف الفلاني تقول له رفضوا نصك للسبب 1 2 3، عليك ان تغير بالشخصيات 1 2 3، اما تقول لي مرحبا وراح اروح للقهوه وراح اشرب شاي بالقهوه هاي قضيه ثانيه. يعني فلتت بمسلسل او مسلسلين، قدمنا مسلسلات تليق بالانسان العراقي. ايام الطائفيه قدمنا البقاء على قيد العراق، واحد من انبل النصوص قدمناها بشكل ممتاز وهائل، بحيث سالوني وانا مو بالعراق قالت لي مره قالت لي ابني ايش راح يصير بالممثله الفلانيه؟ ليش؟ لانه نبع من واقع حقيقي، اخذ قصه حقيقيه وقدمها للناس. استاذ اكرم تتحدث إذا تبقى على المؤسسه الفلانيه والمؤسسه تتحدث نعم. عن المؤسسات يعني والفضائيات، يعني بصراحه نعم. يعني القائمون على هذه الفضائيات يفقهون في العمليه الدراميه، يعني يعرفونها، يعرفون الياتها، ام انهم يعني يتحركون باجندات سياسيه او ايديولوجيات معينه؟ دزت علي واحده من القنوات اللي العامله بالعراق. منو انت؟ طبيت للمعني قاعد ورا ميز طويل عريض. منو جنابك؟ قلت له انا المخرج العراقي الفقير اكرم كامل. اهلا وسهلا نستريح. مش مشتغل قبل؟ بهاوع ايش مشتغل قبل؟ انا مشتغل لي 1200 ساعه تلفزيونيه، ايش مشتغل قبل؟ قال لي هذا ناصر يريدك تقدم لنا. قلت له طيب خليني اقرا. قالوا هاي الاسماء تريدها منك القناه. قلت له جايبين انتم ما جايبين مخرج، جايبين دلاله. والشخص اللي المسؤول عن الدراما لا يفقه بالدراما شيء. لا يفقه بالدراما شيء. يعني لا يعرف شنو معنى اضاءه، لا يعرف شنو مونتاج، لا يعرف شنو تصوير. يابا كاميراتكم شنو؟ نعم تفضل. يعني بصريح العباره راح اقول لك قناه اسمها البغداديه دون الاساءه لاي واحد. بيها مدير انتاج الدرامي شخصيه سين مع احترامنا له. لا ما يندل شنو فن، ما يعرف شنو فن. هذا العمل سويناه 30 حلقه. شنو عندي تتشوى ومطها انا اسوي لك 30 حلقه؟ خل اقرا خل اشوف. وتعال لنا باكر قد القناه تغير الاسماء. هذا دلاليه، هاي ما قاعدين بسوق هرج وندلل على بعضنا. اذا نريد نسوي فن حقيقي نجيب ناس مسؤولين عن الفن الحقيقي، يفقه بالفن، يفقه بنظريه ما وراء الفن، يقرا ما بين السطور. طيب مضبوط ولا خطئون؟ الان هسه رميتوا نعم استاذ اكرم، يعني ايضا يعني امام هذه الفوضى كما يعني انا اقرا ما تقول، يعني هناك فوضى حقيقه في العراق، هناك عدم تخصص، الفضائيات تشتغل وفق اجندات خاصه على ما يبدو. تعتقد امام هذه الفوضى هناك مخرجون طالبوا يعني هيئه الاعلام بايجاد رقابه على الاعمال، هل تؤيد هذا الاقتراح؟ والله يا ريت. يا ريت، يعني ما يمكن ان تجيب واحد تخليه بموقع مسؤول على المشهد الثقافي والادبي بالعراق ما يعرف شنو معناته ان نص 300 مشهد يصير 30 حلقه تلفزيونيه. لا هسه لو تذابح الدنيا كلها، لو تلقح الجثث هنا ما يصير. يريد منك 30 حلقه تلفزيونيه. طيب هي هاي الفوضى بعينها. او يعني تجيب مثلا ناس البارحه خرجت من اكاديميه الفنون الجميله اعطوه مسلسل. نعم تفضل اسمعك. تفضل. يعني طالب اكاديميه الفنون العام تخرج، طالب كليه الفنون الجميله العام تخرج، شاف مشهدين 3 تصوير وقعد براس الشارع يقول ليش ما تعطوني مسلسل؟ يا بدي انتظر صلي على النبي لاج خير. اذا انتظر شويه تصير مساعد مخرج، تصير مخرج مساعد، تصير مخرج منفذ، غير تسلسل بالوظيفه. الان الجيل الجديد جيل من
يعني معقوله؟ استاذ اكرم، يعني انا مشتغل الان هناك فساد في العراق يعني كبير، يعني هل هذا الفساد ايضا ضرب العمليه التلفزيونيه والدراميه في العراق ايضا؟ انت سيد العارفين المال السايب يعلم السرقه. ما هو مال سايب. استاذ اكرم، بعدين يعني ادعوك دعوه خاصه يعني نعم تفضل اكمل عذرا. يعني اذا جناب اكو مثل عراقي معروف، ما حك جلدك مثل ظفرك. هسه لو تطابق السبع سماوات على السبع ارض ما تلقى واحد يفهم اللهجه العراقيه. لو تجيبه من هوليود. اللهجه العراقيه لهجه مضبوط، يعني يفهمها مخرج، يعني مخرج من المخرجين يشتغل مع واحد من المنتجين العراقيين. استاذ اكرم، استاذ اكرم يقول استاذ اكرم، نعم. يعني اعتذر لك، ولكن أسمعك. يعني امامنا يعني اقل من دقيقه، وجه كلمه لهذه الفوضى الضاربه في العراق، الفوضى الدراميه، ما الذي تريد ان تقول؟ يا اخوان، يا القائمين على الوسط الفني، يا نقابة الفنانين العراقيين، قبل أن تلعنوا الظلام أوقدوا شمعة. من بغداد المخرج التلفزيوني الأستاذ أكرم كامل، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة. وأنتم أعزائنا المشاهدين، فاصل ثم نعود إليكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. الممثل، ذلك المخلوق الساحر الذي يشتغل في منطقة الإدهاش، والذي يستغل مهاراته ليصنع عالما آخر يجذب إليه المتلقي ويشده إلى شاشات التلفزة. هذا الممثل في كل العالم هو المدلل الأكبر في الصناعة التلفزيونية والسينمائية، لكنه لا يبدو كذلك في العراق، بل يكاد يكون هو المظلوم الأول. وفي ما تبقى من البرنامج ينضم إلينا النجم مياد راضي، حيث سنناقش معه مظلومية الممثل العراقي، ولماذا حين تتم مقارنته مع نظيره العربي أو التركي يسجل الأخيران فوزا نجوميا ساحقا على لاعب الدراما المحلية. أهلا بك يا أستاذ اياد، وأشكر لك انضمامك معي في هذه الحلقة، وأرحب بك ونتابع هذا التقرير معا، والذي تحدث فيه زملاء لك في المهنة، في مهنة البلاوي هذه، عن البلاوي التي تواجههم في العمل التلفزيوني. ألم كبير يعتصر العاملين في مجال الدراما العراقية، وهم يتحدثون عن أجور متدنية وعدم احترام للقدرات العراقية، سواء كانت في التمثيل أو الإخراج أو التصوير، الذي يتعرضون له من قبل المؤسسات المنتجة للأعمال الدرامية، حيث تقوم هذه المؤسسات بجلب ممثل تتحمل كافة نفقات نقله وطعامه ومسكنه، ومن ثم تخصص له أجورا تفوق ما يعطى للممثل العراقي، والحال ذاته ينسحب على المخرجين الذين رأوا أن هذا التصرف اغتيال للكوادر العراقية، لا كما يروج الداعمون لهذا الاتجاه من إنها طريقة للاستفادة من الخبرات العربية. أنا أتمنى أن يجيبون عرب، بس على أن من يجيبون العرب يجيبوهم بمستوى أحسن من مستوى الفنان العراقي. جابوا أكو تجربة، دخلت الأعمال صارت مخرجين عرب، وجابوا ممثلين عرب، وجابوا فنيين عرب. بس أتساءل، يعني هل تميز عمل من هذه الأعمال؟ العام اللي فات كانت 4 أعمال لمخرجين عرب. ويبدو أن الممثل العراقي كتب عليه أن يدور في فلك الأجور المتدنية التي لا تلبي أبسط متطلبات حياته ولا توفر عيشا كريما له ولعائلته. المنتج العراقي يستغل الممثل العراقي استغلال كبير، ويتباكى أمامه، وحتى يصل إلى حد أنه بعد شوية يشحذ من الممثل المسكين. الأجور لا تليق بممثلنا، سواء بتاريخه أو بعطائه أو حتى بالنسبة للأسماء الجديدة الشابة. وأنا في اعتقادي عندما يكون
يعني التمثيل هو ليس مصدر الرزق الوحيد للممثل، أنا أعتقد أن الممثل يستطيع أن يقول كلمته أو يستطيع أن يقول لا، لكن مع الأسف هذه اللا يجب أن تكون مدعومة بنظام مؤسساتي يدافع عن حقوق الممثل. مع الأسف الفنان العراقي مغبون حقه في عملية تعامله بأجره. احنا الفنان العراقي اعتقد يمكن اقل اجر ياخذ قياسا الى فنانين عرب هم ليس في درجته. الدراما العراقية تقف الآن في اللامكان، هذا ما يراه ممثلون آخرون إذا ما قورنت بالدراما العربية أو التركية بسبب المؤسسات الإنتاجية التي تمتلك أناسا يتحكمون بنوعية الأعمال دون خبرة أو دراية. الدراما العراقية مع حبي شديد لها تقف في اللامكان. احنا من نجي أنا أخلي شخص هو صاحب قرار هو أقل مما يقرأ، وهذه قضية مهمة. يعني عندما يكون صاحب القرار فاهم ولديه معلومات حقيقية وهو ابن البيئة ابن الوسط ولديه خبرة تؤهله لأن يكون صاحب قرار، آنذاك أنا أقول لك الدراما ستكون بخير. أين مكان الدراما العراقية من الإعراب؟ ولما قدر لها أن تكون محاصرة بما لا يفقه كثيرا بالفن ولا بالإنتاج؟ أسئلة كثيرة تطرح، وأنت تستمع إلى شكوى المخرجين والممثلين العراقيين الذين يهمسون بها خوفا من مواجهة بعض المنتجين المنفذين الذين لا يترددون في حرمانهم من فرص العمل والاستعانة ببدلاء أقل معرفة وفنا وخبرة، والأمر لديهم سيان ما دامت الفضائيات محرقة للغث الدرامي الذي ينتجونه. أستاذ إياد، أرحب بك مجددا. يعني أكثر مشكلة تواجهها كممثل مع من؟ المنتج، المنفذ، أم المخرج، أم المؤلف؟ أم أن الممثل العراقي أيضا كسول ولا يعمل بالشكل الذي يعمل به نظراؤه؟ أشكرك أستاذ ناصر. طبعا قضية الدراما العراقية قضية كبيرة، وهذه علة نتناقش بها دائما ويوميا، وهي الهم الأكبر الذي يأخذ حيزا أكبر من مساحة التفكير لدى الممثل العراقي والمخرج والمؤلف وكل العاملين في هذا الحقل اللي هو الدراما العراقية. السبب في تقديري أستاذ ناصر، السبب المهم، أنه هل القائمين على إنتاج دراما عراقية، القائمين أي الأساس الرأس، الغاية من تقديم دراما عراقية يقدم عملا فنيا خالصا يوازي الأعمال الدرامية العربية، أو هو في تقدير هذا العمل عمل تجاري فقط لغرض الربح؟ أنا أعتقد في تقديري أنه كل القائمين على هذه العملية الكبار اللي تعرف الدراما العراقية أساس نجاحها هو الإنتاج، بمعنى الفلوس، المادة. احنا الآن نتعرض أو نشتغل مع أناس البعض منهم أو الغالبية العظمى منهم هم سماسرة، حتى بعض أصحاب القنوات هم سماسرة كبار يتعاملون مع سماسرة أصغر فأصغر فأصغر، بالنتيجة تصل للمبدع الحقيقي فتافيت. لذلك العمل الدرامي أو الدراما العراقية هي دراما مشوهة لحد الآن، مشوهة، ما تقدر تطلق عليها أي تسمية أخرى. الدراما العراقية لو قدر لها أن تجد منتجا أو صاحب قناة همه الأول أن يحقق أو ينتج دراما عراقية تضاهي الدراما العربية، بمعنى دراما حقيقية، دراما حقيقية بأصول وفق سياقات فنية. يعني أنا استغرب أنه عندكم نماذج من الدراما المصرية والدراما السورية، أستفاد من خبرات القائمين على الإنتاج، أسأل كيف قدمتوا هذه الدراما، شلون بديتوا وأبدأ، شلون أجيب نص حقيقي، شلون أجيب ممثلين جيدين لكي يقوموا بهذا الدور، شلون أنتفق مع مؤلف. وما شاء الله احنا عندنا مؤلفين، موجودين مؤلفين، موجودين مخرجين، ممثلين موجودين، ولكن احنا ضايعين بين أيادي لسماسرة
ليس لهم هم سوى الربح المادي. طيب استاذ اياد، بكل صراحه. نعم استاذ اياد، يعني ماكو واحد عنده هم ان يطلع دراما. نعم استاذ اياد، يعني تتحدث عن هؤلاء السماسرة وتتحدث عن ان المنتجين المنفذين في الغالب لا علاقة لهم بالعملية الدرامية وبالإنتاج الدرامي. طيب لما لا تسعون بحضوركم وتخصصكم لأن تكونوا منتجين منفذين مثلا؟ هذا الأمر معروف طبعا في كل العالم استاذ اياد، نشاهد كثيرا من نجوم السينما والتلفزيون يشاركون في إنتاج أعمال مميزة، يعني يستطيعون أن يصلوا إلى يعني السماسرة الكبار يعني في الفضائيات الكبيرة وينتجون هم أعمالهم. يعني لما لا يتم هذا الأسلوب على الأقل حتى نبعد السماسرة الصغار؟ والله ربما هي هذه يعني أتصور قاموا بها البعض، يعني حاولوا البعض ومنهم من نجح ومنهم من فشل. تعرف أنت السماسرة عندما يتعاملون مع ناس والعملية السابقة تكون مربحة بالنسبة لهم، شيلهم دوقة الرأس، يعني يجيبون يوميا واحد جديد يتعاملون وياه، عندهم واحد يتعاملون وياه وبشكل ممتاز وده يحقق لهم اللي يريدوه. وأنا أعرف قسم من، يعني أنت تصور قناة ما تعطي عمليا لمنتج وتترك مثلا 10 منتجين بدون عمل، أنت قيس يعني. ليش ما انفتح القائمين على القنوات الفضائية، انفتح على الآخرين، أسمع الكل، أطرح وأشوف مشاريع الكل وأجد منها الصالح هو اللي يفرض نفسه، الصالح راح يفرض نفسه، الجيد هو اللي يفرض نفسه. بس الآن احنا المعنيين بهذه القضية ما عندهم الإمكانية لأن يتعب نفسه حتى يطلع دراما أو ينتج دراما حقيقية توازي الدراما العربية، دراما نفتخر بها يعني على الأقل. أستاذ اياد، أيضا سمعت حقيقة يعني أن حتى يعني المتخصصين، يعني ممثلين يعني أكاديميين أو يعرفون اللعبة الدرامية التلفزيونية، عندما ذهبوا إلى يعني قضية الإنتاج يعني كأنهم تقمصوا دور السماسرة، يعني سرعان ما نسوا تخصصهم، نسوا الشعارات الدرامية المهمة في أن نقدم دراما مهمة، وبدأوا يتعاملون كما يتعامل المنتج السمسار مع زملائهم في المهنة ومع العمل الدرامي بشكل عام. بالضبط. الظاهر أخ ناصر هي يمكن عدوى يعني أو لعنة تصيب كل من يقترب منها، الظاهر الشكل يعني. وإلا شنو التفسير؟ يعني أنه هو في البداية يكون صوته عالي لنصرة المظلومين من الفنانين والممثلين والأجور البائسة اللي يستلموها، وعندما ما تكون القضية بيده يتصرف نفس التصرف. هذا بالحقيقة يعني ذولا اللي عندهم عدة أوجه، المتلونين اللي طبعا يخذلوك عندما يكون عندك رأي وتريد تتخذ إجراء معين ويستمع لك ويناصرك بالرأي، ولكن بالنتيجة عندما تكون أمام الأمر الواقع يخذلك، يكون عنده غير رأي مبطن. طيب أنا بتقديري الآن القنوات، أصحاب القنوات، تفضل أستاذ، ولو ما نعول عليهم كثير، يعني بعض القنوات هم ما عندهم هذا الهم، يعني ما في عندنا صاحب قناة، يعني الأغلبية العظمى ما عندهم هذا الهم إنه هو يريد يسوي لك قناة دراما محترمة، ما عنده هذا الهم، لأن هو ما فاتح جمعية خيرية أو عنده أجندة خاصة يعمل على تحقيقها يعني. طيب. وكثير من عندهم يعني انكشفوا، لأن عندنا بعض القنوات أول ما يعني اشتغلت وانفتحت كانت يعني حققت نجاح كبير وحققت جماهيرية كبيرة، والآن بدأت تتلاشى يعني جماهيريتها. السبب وضح، لأن هو كان لغايات معينة، يعني هذه القنوات فتحت لغايات معينة ولمآرب أخرى غير اللي يحلم بها الممثل والفنان العراقي والكاتب والمخرج. نعم أستاذ اياد، سنواصل في الهم ذاته، ولكن دعني أذهب إلى فاصل أخير ثم أعود لإكمال الجزء الأخير معك في برنامج 7 أيام. استطلعنا آراء المشاهدين العراقيين
ووجدنا مفاجأة قد لا يفرح بها الدراميون العراقيون، إذ هناك فجوة كبيرة بينهم وبين المتلقي لم ينجحوا في ملئها على ما يبدو، فيما تسلل الدراميون العرب والأتراك ليملؤوها بيسر واضح. كما رأى متابعون أن للسياسة يد طولة في أدلجة خطاب الكثير من الأعمال التلفزيونية، لأن الفضائيات التي تنتجها بالضرورة خاضعة لهذا الحزب أو ذاك، وبالتالي فإن ما ينتج يوجه ضمنا الخطاب الذي يرضي أصحاب الدكاكين السياسية الذين أصبح امتلاك أي منهم فضائية موضة تكميلية أو اكسسوارا يجمل به وجوده في الساحة. على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنتاجية لجذب انتباه المتلقي العراقي الذي سرقته الدراما العربية والتركية، إلا أن جهودها هذه وعلى ما يبدو قد باءت معظمها بالفشل. المتلقي العراقي يبحث عن قصص درامية تبتعد عن الواقع، ويكون عنوانها الوحيد هو الإثارة والتشويق. أحداث ماكو، شنو نشوفها يعني؟ اكو دراما يعني المصرية التركية، يعني من نشوف تستمتع، المشاهد يستمتع بها. احنا عندنا جمود، يعني ما تابع. بصراحة لا، يعني مقلة جدا بالمتابعة، يعني لأن الأعمال العراقية يعني تمثيلهم يكون مصطنع، يعني يمثلون الواقع، تكون أعمال مكررة، يعني مو مثل الأعمال مثلا التركية الآن اللي نتابعها أن تكون تمثل مثلا دراما يعني بيها رومانسية مثلا. بعض المتابعين للدراما العراقية عزوا ابتعاد الجمهور العراقي عنها إلى مجموعة عوامل منها إنتاجية وإخراجية وتمثيلية، بالإضافة إلى دور المؤسسات المنتجة للأعمال الدرامية التي تحاول فرض رؤيتها وتحميلها أبعادا أيديولوجية تؤثر على جودتها وتبتعد عن الاهتمام بما يحتاجه الشارع العراقي من إعادة اكتشاف لرغباته وأحلامه وتجسيدها دراميا بشكل مقنع. كانت هناك شركات الإنتاج، شركات إنتاج عراقية، الآن المنتج هي الفضائية. لو تشاهد المسلسلات أو الدراما بصورة عامة المنتجة في هذه الفضائية هي مشابهة لنشرة الأخبار وطبيعة الأخبار التي تتناولها هذه الفضائيات، يعني هناك أيديولوجية شخصية أو فئوية في هذه معكوسة في المسلسلات يريدها المنتج. نلاحظ من جانب آخر أنه الفنان العراقي لا يعترض على أي دور، المهم يحب أن يظهر في التلفزيون حتى وإن كان في دعاية في إعلان لا يستحق. مجرد أنه صار مسيس فقد قيمته، يعني قيمته الفنية، يعني أنا أقصد القيمة الفنية، يعني بمجرد السيس فقد القيمة الفنية كأسباب تجارية، وأكثرها الأسباب التجارية هي اللي تؤدي إلى هبوط العمل الفني حقيقة. فيما رأى آخرون إن على الدولة دعم الإنتاج الدرامي في العراق وتحمل مسؤولية تنشيطه، خصوصا مع عدم وجود مؤسسات إنتاجية متخصصة مستعدة لتوفير مبالغ طائلة لإنتاج مسلسلات بميزانيات إنتاجية ضخمة. احتضان الدولة، الاحتضان المؤسساتي، يعني الدولة يجب أن تحتضن المنتج، ذهاب المنتج إلى الفضائيات وما يشكل من الفضائيات من فرض قواعد خاصة بسياسة الفضائية أثر على الكاتب السيناريو وعلى المنتج نفسه. بين المؤسسات الإنتاجية التي يبدو أن لديها العديد من الخطوط الحمراء وبين عدم وجود دعم مؤسساته لدفع عجلة الدراما العراقية، تبقى الأخيرة حائرة وخجولة، وتبقى الفجوة بينها وبين الجمهور العراقي تكبر شيئا فشيء لتملأها الدراما التركية والعربية بيسر وسهولة. أستاذ إياد، هناك من يتحدث اليوم عن عقوبات تواجه بعضكم في العمل داخل العراق لأنكم عملتم في فضائيات يعني يرى الحكوميون أنها اشتغلت بالضد منهم، وبالتالي فإنكم يعني قد تتعرضون لعقوبات اجتثاثية يتمثل أقلها في حظر غير مكتوب يطالكم. لا، ما اتصور انا اكو هيك شيء، يعني هذه ربما تقال هنا وهناك، ولكن ليس لها اساس من الصحه في تقديري، لان يجب ان يكون الفهم لهذه القضيه قضيه الممثل وما يؤديه فهم كبير، ويستوعب القائمين على او المعنيين بالانتاج الدرامي يكون يعني تفكيرهم اكبر من هذا التفكير الضيق.
أرجع على نقطة يعني كيفية أن نقوم الدراما العراقية. يعني أنا في تقديري لو أصحاب القنوات والمعنيين الكبار بإنتاج الدراما يتخلصون من قضية المخرج المنفذ أو يستأنسون بآراء المعنيين ذوي الاختصاص. يعني كلش مهم أن تحترم الاختصاصات. يعني أنت تستمع لمنتج ليس له تجربة، وما تستمع مثلا لممثل له تجارب مو تجربة. يعني عملية يعني العملية غلط. يعني المنتج ما عنده تجربة يجي يقنعك أنت صاحب قناة بأن يقدم لك عمل وتجيز له هذه القضية. بالنتيجة هو راح يتصرف بكل مقدرات المسلسل، وبالنتيجة راح تكون العملية مو صحيحة. يعني أستأنس بآراء الممثلين اللي لهم تجارب وخبرة، أستأنس بآراء المخرجين، بآراء الكتاب اللي لهم خبرة، كيف أنه هذا العمل حقق نجاح وشنو أسبابه، هذا العمل ليش هذا الممثل ظهر بهذا الدور وحقق نجاح، هذا المخرج ليش تميز بهذا المسلسل. يجب أن تنفتح على الآخرين، ما تستمع الرأي أو رأيين وتخلص القضية. القضية أكبر من هذه. يعني أن تحقق نجاح مقابل النجاحات اللي يحققوها الآن. أنا سمعت بعض الآراء يقارنون الدراما العراقية بالدراما التركية أو الدراما السورية. هذا يعني أشوفه يعني مقارنة مجحفة بحق الدراما العراقية. لأن الآن لو نأتي لميزانيات الدراما العراقية، ميزانية أي مسلسل هي أجر لممثل مصري. فما تقدر أنت تقارن هذه المقارنة. هذه مقارنة يعني مجحفة وظالمة. فالآن يعني الخطوة الأولى أنا في تقديري أن تعلن القنوات عن نصوص يقدموها المؤلفين، وتعدها لجنة قراءة، لجنة خبراء من الاختصاصات مجتمعة في الإخراج والتأليف والتمثيل، هم اللي يقيمون هذه القضية وتصير مثل المختبر. بالنتيجة يرشحون بعض النصوص، وأيضا يختارون الممثلين ويختارون المخرجين العراقيين للقيام بإنتاج هذه الأعمال. أيضا يجب أن يكون هناك جدول لأجور الممثلين. يعني ما يصير التعامل بالخفاء وبالسرانية، وهذا الممثل هاي قد يأخذ وهذا الممثل. وبعدين لازم يكون أكو درجات للممثلين. أكو ممثل نجم، أكو ممثل درجة أولى، وأكو ممثل درجة ثانية ورئيسي وثانوي هذا ماشي في كل الدول العربية وفي كل العالم. ليش احنا يعني بكل شيء مختلفين؟ يعني بكل شيء نختلف عن الآخرين، يعني حتى بهذه القضية، حتى نعرف شنو السياقات، نمشي على سياقات فنية حقيقية. حتى ذاك الوقت عندما تصير عندنا دراما ما تحقق نجاح وتكون دراما سيئة، ذاك الوقت نقول ما أعرف يعني أنتم سويتوا اللي عليكم، إذا الخلل بينا، إحنا بدنا نشتغل بالدراما. سووا سياقات، يعني سياقات، اشتغلوا وفق سياقات فنية مثل ما يشتغلون الآخرين بيها. جدول للأجور، مو أنا أجي مثلا والله فلان ممثل كبير أنا محتاج لهذا الدور بس أجره عالي، أستعيض منه بممثل آخر ما له علاقة لا بالشكل ولا بالأداء ولا بالتاريخ ولا بلبسه للشخصية أنه يرهم أو ما يرهم، لا مجرد أنه هذا رخيص جيب أدي الشخصية. ليش؟ لأن بالنتيجة القناة هذا هو قابل على العمل. طيب استاذ، ما راح تجي تقول له هذا مرفوض العمل لان انا اريد هذا الممثل وهذا الممثل وهذا الممثل. انت لازم تجيب لي ذول الممثلين هنا. نعم استاذ اياد، يعني اما الممثلين الادوار البسيطه اوكي لا باس، هاي خليه. نعم استاذ اياد، يعني نحن نتحدث عن الدراما طبعا. نعم. انت تعرف ان الدراما التلفزيونيه تشتغل بمنهج العرض والطلب، وبالتالي هو عمل يعني يبغي المنتج من وراء أن يربح ماديا. يعني كثير من الدول الآن إنتاج التلفزيوني والسينمائي هو دخل يعني يجي دخل قومي لهذه الدول. الفضائيات طبعا بهذا الذي تشتغله العراقية، الفضائيات العراقية اليوم تشتغل بهذا الأسلوب التي يقول عنه أنت مختلف جدا عن كل السياقات المتبعة دوليا أو في الدول الأخرى. يعني تحقق أرباح أم أنها تشتغل فقط لاستهلاك الفضائي، هذه المحرقة؟ طبعا بعضها لغرض المحرقة، وبعضها الآخر يحقق أرباح من خلال الرعاية. يعني يشتغلون العمل برعاية الشركات. يعني هذا
يعني تعرف أنت بعض الأعمال برعاية بعض الشركات وبعض يعني يحققون من خلالها، ولكن هم عندهم طبعا كل الفضائيات أو أغلب الفضائيات عندها دعمها الغير معروف بالخفاء اللي ما نعرفه يعني. وبالنتيجة بعد يعني هذه الفترة أنا أتصور في تقديري يعني بعد فترة من الزمن وزمن قريب يعني القنوات العراقية راح تتقلص، يعني لا تبقى في الساحة سوى 4 إلى 5 6 قنوات فقط، وباقي القنوات تنتهي لأن ما ممكن تستمر بهذا الشكل. يعني لازم يكون هناك دعم وإلا فتسكر يعني تعزل. أستاذ اياد، يعني أنا حقيقة أمام هذا النقد الذي سمعناه منكم من المخرج أكرم كامل، يعني أخشى عليكم أن يعني تواجهوا بغضب من أصحاب الفضائيات الكبار. هل أنت قلق من هذا الجانب أم لا؟ لا اطلاقا مو قلق، لان احنا دائما لازم يكون صوتنا عالي يا اخي. احنا بدنا نتحدث يعني هو حتى بصالح اصحاب القنوات، يعني ربما اصحاب القنوات ما تصلهم هذه المعلومات، ما تصلهم يعني، لان احنا لازم يكون صاحب القنوات المفروض ان يكون صاحب القناه هو ذو خبره واختصاص في هذه القضيه، ولكن البعض منهم كثير منهم يعني مو ذو خبره بالحقل الإعلامي الفني. طيب. يعني يجب أن يسمع الآراء، يجب أن يستأنس برأينا، ويجب أن يكون العمل الدرامي اللي راح يصرف عليه يسوق. بالنتيجة هو ما يريد يربح لازم يسوق. الممثل والنجم اياد، يعني اعتذر لمقاطعتك، ولكن يعني اتمنى ما تحدثتم به انت والاستاذ المخرج اكرم كامل ان يصل لاصحاب الشأن وان يستمعوا لهذه الدعوات، لانها دعوات يعني حقيقيه وواضحه لتقديم دراما عراقيه خالصه ونظيفه وحقيقيه. الممثل والنجم اياد راضي، شكرا لحضورك معي في برنامج 7 أيام، وانتم مشاهدينا راسلونا على بريدنا الالكتروني الظاهر على الشاشه، وتواصلوا معنا عبر صفحه البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. شكرا لكم على كرم المتابعة، ولكم مني ومن نشرة برنامج 7 أيام أجمل تحية.